اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفه جديده مع شيماء عبد الله. النهارده هنعمل مع بعض السميت الحلو ده، سميت المسلسلات التركي، وطبعا كلنا بنحب ناكله كده في الفطار الصبح مع الشاي، ويا سلام عليه بقى مع حته جبنه دوبل وحبه عسل. فطار وهم جدا. يعني وصفتنا يا جماعه النهارده اقتصاديه جدا، وعايزه اقول لكم ان السميت ده بيبقى مقرمش وكريسبي من بره ومن جوه طري وسوفت وزي القطن. قبل ما نبدا في الوصفه ما تنسوش تحطوا لايك. واول خطوه عندنا هنجيب بولة عميقه ونضيف فيها معلقه من الخميره مليانه، وهنضيف عليهم معلقتين من السكر. بعد كده هننزل بربع كوبايه من الميه الدافيه، وهنقلب كل الخلطه الحلوه دي ونسيب الخميره تنشط معانا على جنب. وفي المكسر عندنا هننزل بأربع كوبايات من الدقيق المنخول، وأنا النهاردة استخدمت الكوب المعياري. لو مش متواجد عندكم هنستخدم مج الشاي العادي اللي موجود في كل بيت. هننزل عليهم بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنحتاج 3 معالق مليانين من اللبن البودرة، وحوالي ربع معلقة صغيرة من الملح. اللبن البودرة يا جماعة مهم جدا جدا في وصفتنا النهاردة، بيزود من طراوة العجينة وبيعزز من هشاشتها. هنقلب وهنمكس كل المواد الجافة كده مع بعض كويس جدا، وهننزل عليهم بخليط الخميرة والسكر. وهنحتاج كمان كوباية من اللبن الدافي، هنضيف عليها معلقة صغيرة من الخل، وهنقلبها كويس جدا لحد ما يبدأ يظهر في اللبن تكتلات كده صغيرة أو فريفيت كده صغيرة. هو ده بصراحة يا جماعة بديل اللبن الرايب. بيخلي دايما العجينة بتاعتنا زي القطن. يعني الخطوة دي أنا دايما بعملها في كل وصفات المخبوزات أو الفطاير، بتعطيني نتيجة 10/10. وهنبدأ نعجن السميد بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنبدأ نقلب كل المقادير مع بعض. انا هنا احتجت حوالي 50 ملي كده من المية الدافية. عايزة اقول لكم ان كل دقيق ليه درجة امتصاص مختلفة، يعني دايما نعمل حسابنا ان احنا دايما نضيف اي سوائل سواء كانت مية او لبن في اي عجين بالتدريج، علشان كل نوع من دقيق بيختلف في امتصاص المية عن غيره. وانا ضفت هنا حوالي ربع كوباية من الزيت، وهنستمر في عجن السميت عندنا من 10 ل 15 دقيقة. لازم السميت يا جماعة يتعجن معانا كويس جدا وياخد راحته في العجن. وهو ده شكل العجينة بعد ما خلصناها، عجينة طرية متماسكة ومش بتلزق. بعد كده هنغطيها بمعلقة واحدة بس من الزيت، وهنغطيها كويس جدا ونحطها في مكان دافي علشان تبدأ تختمر معانا. وبعد ما شلنا الغطا من على العجينة زي ما انتوا شايفين، العجينة معانا ناعمة جدا وفي نفس الوقت متماسكة شوية. شايفين حلوة قد ايه؟ هنبتدي نهبط العجينة وهناخدها وننزلها كده على الكاونتر عندنا علشان نبدأ نجهزها للتقطيع. وبعد كده هناخد جزء من العجينة الحلوة دي ونعملها على شكل مستطيل شوية، وبعد كده بالسكينة أو بالسكرابر اللي عندنا هنقطعها على شكل صوابع تخينة تخينة كده حبتين. بعد كده هناخد كل قطعة منهم ونكورها بإيدينا لحد ما نخلص كل الكمية اللي عندنا. وأهم خطوة عندنا إن احنا نغطيها علشان ما تنشفش مننا أثناء التشكيل. يلا بينا نشوف هنشكلها ازاي. هناخد اول جزء من العجينة ونبططه كده ونفرده فردة بسيطة. بعد كده هناخد طرف منهم ونلفهم زي ما انتوا شايفين لحد الطرف التاني، ونقفلهم على بعض كويس جدا، وهنبتدي نبرمها بشكل طولي. ولازم نخلي بالنا واحنا بنبرم العجينة نخليها من النص تكون اتخن من الطرفين زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، علشان احنا عايزين نعمل السميد ده على شكل قلب. بعد كده هناخد الطرفين ونلفهم على بعض ونرجعهم لقدام تاني ونضغط عليهم ضغطة بسيطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل احلى سميد على شكل قلب، وهنرصه على صاج دهنينه كده بدهنة بسيطة من الزيت. يلا بينا نعمل واحدة تانية، وبنفس الخطوات بنبرم الطرفين على بعض وبنرجعهم لقدام ونضغط عليهم ضغطة بسيطة عشان نثبتهم، وبكده يبقى عملناهم على شكل قلب. وهنبدأ نرصهم برضو في الصاج بتاعنا. طيب لو عايزين نعمل شكل تاني، شكل الضفيرة المتعارف عليه عندنا، بناخد جزء من العجينة وبنقطعه لجزئين زي ما انتوا شايفين كده، وهنبدأ نبرمهم الاتنين بشكل طولي زي ما هتشوفوا بالظبط دلوقتي.
وبعد ما لفينا قطعتين العجين عندنا بشكل طولي، هنلزق الطرفين مع بعض وهنبدأ نلفهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم ان عجينتنا النهاردة ناجحة بنسبة 10/10. عجينتنا متماسكة، مش بتلزق زي العيش الفينو يا جماعة. عجينة السميط مختلفة تماما عن عجينة العيش الفينو، وهو ده شكل الضفيرة الصغيرة بتاعتنا. طيب لو حابين نعمل ضفيرة حجمها اكبر، هنعملها بقطعتين او كورتين من العجين. اول كوره منهم هناخدها ونلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهنسيبها على جنب. وعايزه اقول لكم احنا بنعمل الخطوه دي في واحنا بنبرم، قبل ما نبرم العجينه، علشان بتخلي السميد بتاعنا اثناء التخمر يرتفع لفوق مش بالعرض، يفضل محتفظ بشكله وشكله يبقى متناسق وشكله يبقى جميل جدا. بعد كده هنعمل تاني جزء من الضفيره الكبيره يا جماعه. هنعمل نفس الخطوه بتاعتنا اللي احنا عرفناها بقى خلاص، ونلفهم على بعض زي ما انتوا شايفين كده. هنلزق الطرفين مع بعض ونبدأ نلف الطرفين على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده يا جماعة. احنا بنعمل الضفيرة اللي حجمها كبير، هتشوفوها دلوقتي. بعد كده هنلفها على بعض ونبدأ نلزق الطرفين زي ما انتوا شايفين كويس جدا عشان ما تفكش مننا بعد التخمر. وبكده يبقى خلصنا الضفيرة الكبيرة. شايفين يا جماعة الضفيرة الكبيرة سهلة جدا ازاي؟ بصراحة وصفتنا النهاردة اقتصادية جدا وخطواتها سهلة جدا. يلا بينا بقى نبدأ نجهز سائل التغطية علشان نبدأ نجهز السميد بتاعنا. وعلشان نعمل سائل التغطية هنحتاج صفار بيضة، هنضيف عليهم يا جماعة معلقتين من العسل الأسمر وحبة مية صغيرين، يعني معلقة مية صغيرة، ورشة فانيليا، وهنقلبهم كويس جدا. وممكن كمان نعمل سائل التغطية بالمية والعسل الاسود او بالمية ودبس التمر زي ما انتوا حابين. بعد كده هنبدأ ندهن السميد بتاعنا بعد ما يبدأ يرتفع كده ويتضاعف حجمه. هندهنه بسائل التغطية اللي عملناه وهنزينه بحبات السمسم الابيض او السمسم المحمص او حبة البركة. التزيين ده براحتكم جدا. ولازم نخلي بالنا واحنا بندهن السميد اللي احنا عملناه النهارده مع بعض بالسائل التغطيه، ندهنه بالفرشه كده بالراحه، يعني ما تجوش تضغطوا عليه كده بالفرشه وانتوا بتدهنوه علشان ما يبداش يهبط مننا ويبقى شكله مش حلو. احنا عايزين نفضل محافظين على التخمر اللي احنا وصلنا له وتضاعف الحجم الجميل اللي انتوا شايفينه ده لحد بعد التسويه. زي ما انتوا شايفين العجينه بتاعتنا ناجحه جدا وادينا لها راحتها في التخمر. وبعد ما خلصنا تشكيل السميد بتاعنا هنسيبه حوالي نص ساعة كمان لحد ما يتخمر ويتضاعف حجمه. بعد كده هنبدأ ندخله على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200. لازم يا جماعة يكون الفرن سخن من قبلها. هندخله الفرن، السميد بيقعد حوالي ربع ساعة، وأول كده ما يبدأ يحمر ويبقى لونه ذهبي وتحفة كده من تحت، هنبدأ نطفي البوتاجاز من تحت ونشغل الشواية ثانية واحدة بس كده من فوق. كل ده علشان تعطيني اللون الذهبي الحلو لوش السميد كده من فوق. بصراحة اول ما بيطلع من الفرن بيبقى شكله وريحته تحفة جدا. بعد كده هنبدأ نغطيه حوالي 5 دقايق كده علشان يبقى طري معانا كده واحنا بنقدمه. وهو ده شكله بعد ما طلعناه من الفرن. شايفين يا جماعة السميد بتاعنا طلع تحفة ازاي؟ هو ده السميد اللي نقول عليه سميد صح الصح. السميد بتاعنا مقرمش من بره وكريسبي وطري وسوفته زي القطن من جوه. هنقدر النهاردة نعمله في البيت بكل سهولة، وهنقدمه مع حتة جبنة قديمة او حتة جبنة دوبل كده حلوة، او عسل اسمر وطحينة، او مع البيض المسلوق، او مع العسل النحل. هيبقى تحفة جدا. وده شكل الضفاير الكبيرة اللي احنا عملناها مع بعض بقطعتين من العجين، طلعت شكلها روعة جدا. عايزه اقول لكم ان السميد ده ينفع للفطار او ممكن كمان نعطيه للاولاد في المدرسه، هيعجبهم جدا. بصراحه شكله جميل جدا وطعمه اجمل. يعني وصفتنا النهارده يا جماعه ما كلفتناش اي حاجه. عملنا كل الكميه المحترمه دي من 4 كوبايات من الدقيق وربع كوبايه صغيره من الزيت، وهو ده السميد اللي نقول عليه سميد صح الصح. وصفتنا النهارده هتاخد مننا 10/10. شايفين الجمال؟ شكله
شكله حلو جدا، وعايزة اقول لكم جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. لكم مني كل التحية والتقدير، شيماء عبد الله.